الحاجات اللي لم تسلم من محاولات التشويه المسيرة النسائية اللي حصلت في ميدان التحرير أول امبارح، واللي هي كانت أجمل حاجة في ال7 أيام اللي فاتوا، اللي كانوا كلهم يعني غم وهم. مسيرة نهائية يعني نسائية تشرح القلب، فيها يعني جميع الأطياف الممثلة للمرأة المصرية. بقالنا يومين الناس عماله تتكلم عن لافتات اترفعت في المسيره دي لا تليق بالمراه المصريه، او تؤكد انه المراه المصريه بقت يعني منحله وتستاهل اللي جرالها زي اللي حصل في ست البنات، الى ان ظهر الحق. اللي على الشمال هي الصوره الحقيقيه اللي من المسيره، اللي على اليمين هي الصوره اللي متفبركه. تمام، نرجع ازيكم بقى في كده؟ في اكتر من كده. في البنت اللي هي انتهكت اصلا تم تشويهها بكل الاساليب. في الحقيقه انا اعتقد ان احنا محتاجين ان نوجه تحيه اساسيه. الاسبوع ده اسبوع المراه المصريه اصلا، اللي هي استعادت الحقيقه كل روح المصريين اللي هي كادت ان تفقد بعد الاحداث اللي حصلت في مجلس الوزراء، اللي هي اشبه يعني هي رجعت لي اسطوره ايزيس وزوريس، اللي هي جمعت اشلاء ناس كانت بعترت اصلا فرجعتنا. تحيه للمراه المصريه، وانا اعتقد ان اهم تحيه ان الناس تخرج بكره كمان عشان ترفض ان المصريات تعرضوا للي بيحصل ده. طيب انا هستاذن حضرتك استاذ خالد عشان معانا على التليفون الزميل الاعلامي عمرو الليثي، وانا عارفه انه عنده برنامج بعد دقائق. مساء الخير يا عمرو. اهلا يا ريما، بمسي على خالد وسعيد جدا ان انا بكون معاكم. طيب دلوقتي سائق عمرو الليثي كان من ضمن ابطال الاسبوع ده. الاول ابتدينا بانه اتقبض عليه لانه بيوجه رسائل تهديد لعدد من الاعلاميين بما فيهم عمرو الليثي، ثم اكتشفنا انه عمرو الليثي هو اللي بيحرضه، ثم النهارده في قدام النيابه نفى تماما انه يكون ليه علاقه اصلا بالقضيه، او انه طبعا يكون عمرو الليثي وراء التحريض. ايه الحكايه بالظبط؟ والله الحكايه انا بقالي شهرين بتلقى رسائل تهديد على موبايلي، ورسائل شتيمه، ورسائل نصيه تجيلي، ورسائل خطأ نصيه تروح لزملاء الصحفيين في جرايد تانية فيها شتيمه فيا. والحقيقه مش عارف يا ريم، لما تشوف الكلام المكتوب الفاظ خارجه جدا، ولما تشوفي اللي موجود على موبايلي شيء صعب جدا. فرحت وجهت للشرطه وحررت 3 محضر ضد رقم تليفون بيظهر عندي، وبكل يوم لو اقول لك بيبعت لي 7-8 رسائل ما بين تهديد وشتيمه. من نفس الرقم ولا من ارقام مختلفه؟ من ارقام مختلفه ولا من نفس الرقم؟ لا، رسائل من رقمين، رقم 012 والثاني 011. بيني وبينك الحقيقه رحت قدمت بلاغ للاسم، لقيت النيابه طلبتني، عرفنا ان الرقم اللي 012 ده اللي جالي منه 60 رساله بيمتلكه واحد ضابط جيش متقاعد بعد ما فحصوا البلاغ، وساكن في مساكن الضباط في امتداد العباسيه، وان هو دأب على هم وصلوا لشركه المحمول وعرفوا ان هو ضابط قاعد. وبعدين البلاغ الثاني جات لي رساله كده انك انت لم نفسك ما اعرفش ايه بايدك رصاصتين ما اعرفش مين. لقيتهم بعد ما قدمت البلاغ وسئلت في النيابه في ال3 بلاغين ضد الضابط المتقاعد ده، بعد ما عرفته لان خلاص تبين ان التليفون باسمه معروف هو فين. والشيء المدهش ان ما حدش جابه لغايه دلوقتي، يعني هم عارفين هو مين وعارفين ساكن فين، وهم اللي بلغوني وما حدش جابه لغايه دلوقتي، رغم ان انا مقدم البلاغ ده من شهر. جيت من اسبوع يعني يستدعوه قدام النيابه على الاقل سماع اقواله. جابه، انا بقول لك ما حدش جابه، هو اسمه علي. لا مش لازم اسمه يعني في النهايه. يعني بقول لك تفاصيله موجوده عندهم، انا مندهش من ده. المهم رحت فقدمت بلاغ، فلقيت سالوني في البلاغ الثاني، لقيت بيبلغوني ان اللي بعت الرساله الثانيه بتاعت ديتك ديت رصاصتين هو السائق بتاعي. انا الحقيقه السائق بتاعي ده راجل بيشتغل معايا بقاله 4 سنين، راجل محترم جدا ومتدين جدا، ما شفتش منه غير كل خير. فطبعا انا قلت مستحيل يكون هو اللي بعت الرسائل، هيبعت الرسائل دي ليا ليه؟ انا بعامله بما يرضي الله، وليه بعتها الاخرين ليه؟ لغايه ما فوجئت
بيقولوا لي هو تم القبض عليه وان الشريحه دي كانت بتاعه رقم تاني. المهم التفاصيل انا يعني مش داخل في تفاصيلها. لقيت فوجئت في النيابه بيقولوا لي بيبلغوني امبارح عن طريق الصحافه، قريت الصحافه ان هو قال ده عمرو الليثي هو اللي حرضني ان انا ابعت الرسائل دي. فانا ضحكت الحقيقه جدا، قلت طب عمرو الليثي هيحرضك انك تبعت له رساله؟ عشان حركه تمويه. ليه؟ وعمرو الليثي عشان فلما سالوه قال اصل هو عايز يبقى عليه حراسه زي الاعلامي توفيق عكاشه. فانا اندهشت جدا ان انا الحقيقه حتى ما اعرفش ان الاستاذ توفيق عكاشه عليه حراسه. فده اللي انا قريته في الجرايد، فاندهشت جدا جدا. الحقيقه ما حصلش اتصال بيني وبينه، لكن انا اندهشت من الكلام. وعمرو الليثي اداني 200 جنيه عشان ابعت الرسائل دي. وبعدين كلام غريب وكلام عجيب جدا وكلام الحقيقه يعني رغم ان انا كنت بدافع عنه، لكن انا قلت ايه الكلام الغريب اللي بيتقال ده. النهارده كان في جلسه برضه، انا بتابع الموضوع على فكره زيكم كده من الاعلام، يعني انا مش داخل في الموضوع خالص. النهارده يبلغوني كان في جلسه امام غرفه المشوره لتجديد حبسه، فراح هو السائق بتاعي وقف قدام المحكمه قال لهم انا عايز اتكلم، وقال ان الحقيقه عمرو الليثي ملوش علاقه بالموضوع، وانا هو لا حرضني ولا حاجه، وان في ضابط شرطه في مباحث الامن العام اسمه حسني جاء قبض عليا من بيتي الساعه 2:30 بالليل، وبعد ما قبض عليا بالليل خدني حط على عيني غمامه وخدوني في مكان لمدة يومين وفصلني عن الناس كلها، وهو اللي قال لي عشان يبطل عمرو كذا ابن كذا، ده اللي قاله في المحكمة، يبطل يغلط في الداخلية ويتجاوز في حق ضباط الداخلية. فانت تقول ان هو اللي قالك تعمل كذا، واذا ما قلتش هنلفع لك قضيه انك هو راجل الحقيقه راجل السائق ده ملتحي، هنلفع لك قضيه انك انت في تنظيم ديني سلفي. هذا هو ما عادش التنظيم الديني سلفي يعني محظور. محظور ايه؟ ما حزب النور موجود. انا بقول ما عادش محظور، يعني حتى القضيه ايه؟ الحقيقه الراجل انا احترمت السائق لشجاعته انه وقف النهارده قدام المحكمه وقال هذا الكلام، وقال كمان حاجه اهم، قال انا كمان ليس لي علاقه بالموضوع. الحقيقه اللي انا عايز اقوله، انا لما سمعت ان ضابط شرطه، وانا ان اي ضابط شرطه احنا نقر يعني نحترم هيئه الشرطه، ومحدش ينكر ان اللواء محمد ابراهيم لما جه احنا كلنا احتفينا بوجوده، احتفينا قد ايه بالاعمال المتميزه اللي في ايام قليله اثبت ان في داخليه موجوده، لكن ان اذا كان ده ان في ضابط شرطه يقوم بهذا العمل فانا ويؤثر على متهم وياخده في غرفه ويعمل عينيه يومين، احنا رجعنا الى عصر نظام مبارك كريم، احنا بنرجع لورا تماما. فطبعا ده شيء سيء جدا ويدينا انطباع. لما تاخدي الموضوع ده مع اللي حصل مع الاستاذنا الكبير جمال الغيطاني، مع اللي بيحصل مع الدكتور علاء الاسواني بمحاولة تلفيق حاجات، كل الحاجات دي حطيها جنب بعضها وتقولي مين اللي بيعمل ده وبيعمله لصالح مين، ومين اللي يهمه النهارده او عايز يسيء لنا. وانا لو عايز ابعت رسائل، يعني انا اسف جدا من الكلام رغم ان الكلام رقيق يتقال، هخلي سائق عندي يروح يجيب لي خط، ما اروح انا اجيب الشريحه واجيب الخط واروح انا باعت ورميها في الزباله. اذا كان الكلام ده صحيح، لكن كلام حتى عيب يتقال، انه كلام ملوش مكان، واحساسنا انه محاوله تقسيم الوسط الاعلامي ومحاوله تقسيمنا بيننا وبين بعض كاعلاميين، وابراز ان احنا بنهدد بعض، وفي الاخر نتحط في كتله واحده ان احنا عايزين نثبت وجودنا. هو انا محتاج شهره، ولا ريم ماجد محتاجه شهره، ولا مجدي محتاج شهره، ولا لميس محتاجه شهره، ولا الاستاذ عادل حموده محتاج شهره؟ ما حدش محتاج شهره، كل واحد فينا بيشتغل وكافح في مجال عمله، ومش محتاجين ابدا ان احنا نعمل. الحقيقه تصرف غريب جدا وسلوك غريب جدا، لكن انا يعني ده كان انطباعي، انا مع العداله. هو بالظبط هو مصيره ايه دلوقتي؟ هو ما زال محبوس على ذمه التحقيقات؟ تجديد حبس النهارده 15 يوم، وانا ما زلت بداخلي قناعه انه لم يرتكب هذه الجريمه، لكن في النهايه انا بحترم العداله بالظبط كده، المصافه التي سوف تصل الى التحقيقات ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل الاعلامي عمرو الليثي. انا عشان لما كنا بنقول من اول يوم تطهير واعاده هيكله الشرطه كانت الناس بتزعل، المؤسسات كلها يعني هو ممارسه كامله طوال الشهور اللي فاتت كشفا ان كان لازم يعني تطهير واعاده هيكله. اللي بيحصل بالعكس تماما هي حمايه المجرمين على نفس الطريقه القديمه، او حمايه المتهمين على نفس الطريقه القديمه. انك بتعطي حصانه لرجل الشرطه حتى الذي قتل شهداء صنعوا ثوره مهمه جدا وخرجوا لتغيير هذا البلد، بل بالعكس تمارس حملات لتشويه هؤلاء الشهداء والتهمهم بالبلطجه وخارجين عن القانون و فالحقيقه انا تقديري ان هو نظام مستمر لم يتغير. المهم هنا في كمان كلام عمرو الليثي اللي هو بيتكلم على فكره ان
في متهم سابق لم حدد بالاسم ولم يتم استدعائه فجأة في البلاغ الأخير اللي هو يعني في الاتهامات ده استدعى الراجل واتحبس وبيتجدد له حبسه. فده لابد من التوقف أمامه لأن ندرك احنا رايحين فين. صحيح. طيب يعني بجملة بقى المواضيع، حضراتكم فاكرين في المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري من ضمن اللقطات اللي اتذاعت كانت لقطات لمجموعة من الأطفال، شهادات لمجموعة من الأطفال، وقيل بعد كده انه ده يعني غير قانوني وغير أخلاقي بالمرة. المهم انه واحد منهم وجه شبه اتهامات صريحة للناشر محمد هاشم صاحب دار ميرت بانه كان بيحرض المتظاهرين وبيوزع عليهم خوذ وكمامات غاز، بغض النظر عن انه محدش فاهم ايه التهمه في انه يبقى فيه يعني خوذ وكمامات غاز، لكن الموضوع كله على بعضه كان واضح منه انه في اتهام موجه للناشر محمد هاشم. الطفل ده خرج النهارده، واول حاجه امه عملتها عشان بس تعرفوا الست المصريه الجدعه، اول حاجه امه عملتها لان هم جيران محمد هاشم في الشارع اللي فيه دار النشر، خدته من ايده وراحت لحد محمد هاشم عشان تخليه يقول له هو ليه عمل كده علشان حق الجيره اللي بينهم. ساكن يعني في البلد وكده. ففي يوم 19 كان يوم السبت الساعه 10 الصبح كنت نادر رايح مول البستان وكده، فلقيت الناس بتجري في الشارع طلعت حرب وكده، فما رضيتش اجري عشان انا اصلا ما ضربتش وعملت اي حاجه كده. فما رضيتش اجري، لقيت ضابط جه ورايا يقول لي تعالى انت تبعهم ماشي ازاي؟ ضابط جيش ولا ضابط شرطه؟ ضابط جيش، ما كانش في شرطه في اليوم ده خالص. بيقول لي انت تعالى هنا، انت معاهم ازاي ماشي بالراحه كده؟ انت مش همك حاجه؟ قلت له لا حضرتك انا ماشي كده بالراحه عشان انا اصلا ولا ضربت ولا عملت اي حاجه. بيقول لي انت توريني بطاقتك، انت رايح تطلعها له؟ قلت له انا ساكن شارع اصل مني، قلت له في ثانوي عام. بيقول لي لا انت تبعها، قلت له حضرتك اهو، قال لي البطاقه انا مش بتاعي. قال لي ماشي، قال لي تعالى بس معانا نحقق معاك وكده. بعد ما حضور في مجلس الشعب وكده، اول ما دخلت ضربته في مواسير حديد وكده. في جوه مجلس الشعب؟ جوه مجلس الشعب ضربوه في مواسير حديد؟ رجعت بقول له طب مش حضرتك قلت لي ان انت هتعملوا معايا تحقيقات ووريتك البطاقه اللي انا ساكن منها؟ قال لي معلش بس احنا مدينا اوامر اي حد نلاقيه كبير صغير ان شاء الله عيل صغير ندخله جوه. عسكري؟ عسكري. بيقول لي انا جاي لي اوامر بكده ومعلش يعني انا غصب عني. جاي له اوامر لجواز بحيله على لا جاي له اوامر اي حد ان شاء الله لو كان راجل يعني لسه بيموت يعني كبير في السن ياخده. بعد كده دخلونا فضلنا، جه التلفزيون بيصور معايا، قلت له لا بعد اذنك انا ساكن هنا انا مش زيهم، انا ما ضربتش فيهم يعني انا مظلوم. بيصور معاك ايه بقى؟ لا جه يصور مع الناس. ايوه دخلني في طرق عشان اصور وكده، فقلت لهم لا معلش وكده. فقال لي جه بتاع التلفزيون كده على جنب، قال لي على فكره اما تقلقش انا عامل نفسي بصورك ومش هصورك عشان هم مديني اوامر لازم اصور اي حد. قال لي انت شكلك محترم وكده، قلت له حتى انا ساكن في التحقيق. طيب انت يعني الكاميرا ما كانش مكتوب عليها ان دي قناه مثلا؟ لا كانت اخبار مصر. اخبار مصر؟ اخبار مصر كانت اخبار مصر وكده. فلقيت الضابط لما جه واحد بيقول له طب حضرتك انا دلوقتي في كليه تجاره وكده. المصور قال لك انا هعمل نفسي ان انا بصورك؟ بس لكن يعني انا هقفل الكاميرا. لا اصور اللي جنبك يعني مثلا تكون جايبه في وشي بس تصور اللي جنبي. ايوه فاهم؟ يقول لي ما تقلقش مش هصورك وكده. ايوه قلت له ماشي. فرجع لقيت واحد جاي بيقول له تعالى نصورك وكده، وهو بيصور اثناء التصوير كده قال لهم انا دلوقتي بقول لي انا كنت معدي في التحرير واحد اتفرج وكده، بيقول له طب وانت خدت فلوس؟ قال لهم لا. قال راح جه ضابط وعساكر من وراه قال له بعد اذنك كتير التصوير، راح فصلوا قال لهم يعني ما تعرضش الحته دي على التلفزيون. ونزلوا في الواد ده ضرب في الواد اللي هو اتكلم. وراح رجع تاني قال له هتصور وغصب عنك وتقول انت ماخد فلوس. ايوه وخلوه يصور وقال اللي هو ماخد فلوس. اللي حصل معاك انت بقى ايه؟ اللي حصل معايا لا يعني في التصوير ده يعني هم قالوا لك قول ايه؟ الكلام ده كان في السجن الحربي، شرطه عسكريه كده. ما كانش في مجلس الشعب.
قال لي يعني انت الاول رحت مجلس الشعب ما رضيتش اصور. ما رضيتش تصور وبعدين فبقول له طب حضرتك دلوقتي التصوير ده انا مش عايز اطلع في التلفزيون، انا مظلوم، انا ما عنديش حاجه. قال لي ما تقلقش، اصل الحاجات دي هيشوفها بس ايه الناس مهم كبيره في البلد ومش هتعرض على التلفزيون. قول له لا حضرتك انا متاكد ان ده هيتعرض على التلفزيون وكده. قال لي لا. انت بيتك قال لي لا ما تخافش، ده يا دوب بس المشير هو اللي هيشوفه والحاجات زي كده. فقلت له مش. قال لي على فكره الكاميرا دي صغيره يعني مش بتاع التلفزيون الكبيره وكده. قلت له برضك يعني الكاميرا الصغيره دي مش هتطلع التلفزيون. قال لي لا. قلت له ماشي. بعد كده اخدونا في العربيات وكده. المهم قبل ما نخش الزنزانه خلونا يعني قاعدين بتاع ربع ساعه بالظبط من غير هدوم. كانت الدنيا بالليل بقى وكانت كانت بيفتشونا، وكانت قبل التفتيش وبعد التفتيش كنت بتقف شويه. المهم راح طلعونا بقى الصبحيه ركبونا العربيات وكده، بس البنات والستات ما كانوش جايين معانا. المهم راح ودونا محكمه زل، محكمه زل بيتنا فيها برضه. نمنا بقى على البلاط، ساعتها بقى ما دخلناش، قعدنا يومين بالظبط ولا كلنا ولا شربنا ولا نمنا حتى. كان ساعتها والتصوير ده ما تمش في السجن الحربي؟ لا، التصوير اللي انا صورته ده كان جوه السجن الحربي. انت قلت لي جابوا الكاميرا ويقول لك في ناس كتيره في البلد بس هي اللي هتشوفها وبتاع، عشان كده حتى انا لحظه وصورت. صورت. حد قال لك بقى قول كذا ولا انت استرسلت من نفسك يعني؟ قال لي قالوا بيقولوا لي انت لو ما قلتوش كده، ما قلتوش اللي حصل معاكم وما قلتوش يعني الناس لازم تقول الناس بتدي فلوس. مش حتى لما خدش. قالوا حلف، قالوا والله اللي مش هقول كده ما هو مروح. فانت اضطريت تقول ان انا مخوف يعني. انا اتضربت قلت على الدور الثاني وعالم اروح على بيتنا وامتحانات قربت وكده، فانا كنت قلقان. وده اللي خلاني انا اقول يعني. انا اصلا ما رضيتش ولا اتصور هناك، كانوا بيصوروا المساجين وكده بكاميرا ديجيتال كده، ما رضيتش. مجلس الشعب ما رضيتش، وكل حته ما رضيتش، بس انا كنت بصور يعني فاكر الكلام ده يعني مش هتعرض وكده. كلمة أخيرة يا أستاذ خالد. القوات المسلحة جبلت على الصدق، ده تصريح اللي وقع ورا الحقيقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكركم على حسن المتابعة. بكرة جمعة رد الشرف في ميدان التحرير وفي عدد من الميادين. الرسالة 92 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حملت المتظاهرين والداعين إلى التظاهر مسؤولية حماية التاريخ والجغرافيا يعني والحدود. يمكن فاضل كان النهارده كان في مؤتمر للتنسيق ما بين اللجان الشعبيه، واسفر عن التنسيق ما بين 10 مجموعات لحمايه الميدان، ونفس الشيء في بقيه المحافظات. بشكركم على حسن المتابعه، وحاسبكم في ايد امينه ايادي الزميل العزيز يسري فوده. تصبحوا على خير.